السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى احوالكم تكون بخير. اليوم غنشارك معكم مسمن او ملاوي كيجيو رائعين مقرمشين بواحد الخلطه اللي كتجيبهم هشاش بزاف. اللي ما كيصدقش معاها المسمن تبع معايا الفيديو للاخير. الا جربتي بهذه الطريقه كلشي غادي يسولك على السر ديال الهشاشه وديال التورق. وغنشارك معكم حتى طريقه الاحتفاظ، طريقه اللي جديده كديروه بكميه كبيره وكتحتفظوا به في المجمد، والوقت اللي بغيتو كتجبدوا القياس ديالكم وكطيبوه. هاد الطريقه راها زوينه بزاف وكيتجيب المسمن بحال يلاه صيبتوه. مسمن اللي كيجي كبير وكيجي هماوي هكا كانوا كيديروه والدينا. هاد المسمن فيه ريحه زمان، والسر في الخلطه اللي غادي نشارك معاكم. كتجيبوا ورقه على ورقه كيجي ممرق من الداخل. شوفوا لي التوريقه كيفاش كيجي ممرق وكيجي مسمد بهذيك الخلطه اللي كندير ليه. ضروري تتبعوا معايا الفيديو الاخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بركة الله. عندي في الإناء ديال العجانة غندير 4 زليف ديال الدقيق الأبيض الفورس، وعندي 2 زليف ديال الدقيق الفينو. غنضيف واحد المعلقة كبيرة ديال سكر سنيدة أو العسل اللي توفر لكم. العسل كيعطيها واحد التحميرة زوينة، إلا توفر لكم ديروه. غنضيف الملح هكا كندير القياس بايدي. غنضيف واحد راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، ما تكثروش غير واحد شويه. راه غتشوفوا معايا القياس اللي درت. وغنضيف الماء اللي يكون دافي هكا كنحيدو منه البروده وكنديرها في العجانه تعجن مزيان. ضروري العجينه خصها تدلك شويه. غنخليها تعجن. بالنسبه لعجنتوها بيديكم دلكوها. كنعرفوا العجينه ديال المسمن كتبغي تدلك شويه باش كتجينا النتيجه زوينه. هنا ملي كتجمع العجينه كتكون القوام ديالها هكا. غنديرها في واحد البلاستيكه هكا باش كتطلق وكتعطيني الطوع. البلاستيكه الدور ديالها كتساعدنا في العجينه في التليك ديالها. غنعقد عليها مزيان وغنخليها على الاقل خليوها واحد نص ساعه، ولا كان عندكم الوقت خليوها اكثر. صافي هنا ملي خليتها ارتاحت واحد شويه غادي نرجع باش غادي نقبصها. غادي نشكلها كرات على حسب القياس اللي غادي ديروا فيه نتوما المسمن. بالنسبه لي انا تقريبا درت غندير جوج، كل جوج في وحده. غادي نديرهم شويه صغار كنقطعوهم هكا، ولا بغيتو ديروه كبير راه كيبقى لكم نتوما الاختيار. بالنسبه للعجينه ديال المسمن راه كتبقى وحده، غير الطريقه اللي كتختلف. غنشكل العجينه كامله بنفس الطريقه، واللي قطعتها هكا كندهن بشويه الزيت وكنحطها في بلاطو اللي كيكون حتى هو مدهون بالزيت. غنرتبهم كاملين وندهن الوجه ديالهم بالزيت وغنرجع ليهم بلاستيك. ضروري كنخليهم تاني يرتاحوا. غنخلي العجينه ترتاح وغنمشي نحضر معاكم الخلطه باش غادي نورق هاد المسمنات. عندي هنا الخليط ما بين الزبده اللذه والزبده ديال الاكل. نتوما تقدروا ديروا غير وحده. انا درت هنا ديال الاكل كتعطي مذاق زوين، درت منها تقريبا نص نص. وعندي تقريبا واحد نص كاس ديال الفينو، دقيق الفينو، خماره ديال الحلوى كامله. هذيك الزبده من بعد ما ذوبتها كنضيفها وكنضيف الزيت حتى كيولي لي القوام ديال الخلطه على هذا الشكل. كنخلطوها مزيان كيكون القوام ديالها خفيف. راها كتقال ولكن مره هكا لا تقالت لكم مع دابا الحال بارد كتذوبوها. هذا هو القوام ديالها. هاد الخلطه صراحه كتجيب المسمن زوين وكتعطيه واحد القوام هشيش، وحتى التحميره كتعطيها ليه زوينه. شوفوا لي العجينه هنا من بعد ما ارتاحت كنرش الزيت مزيان على الرخامه وكنطلق وحده. كتطلقوها مزيان. ضروري كتجروا هذوك الجناب باش ما كيبقاوش هكا غلاط. وكندير شويه من هذيك الخلطه اللي درت معاكم كنحاول ندهنها. كتوزعوا على هكا على الوجه ديال المسمنه كامل وكتجمعوها بالشكل العادي. وفي اي مره هكا كنبغيو نجمعو كندهنوا شويه. كنطويها على شكل مسمنه عاديه وكنحط. غنجيب الثانيه وغادي نطلقها بنفس الطريقه. كنطلقها مزيان. كنطلقوها غير بالزيت حتى كنورقوها مزيان حتى كتبان لينا الرخامه. وكندهن مزيان بهذيك الخلطه. غنجيب هذيك اللي ورقت معكم الاولى وغنديرها هكا كنديرها وسطها وكنجمعها بهذا الشكل. كندير تقريبا كل جوج كنديرهم في وحده. غنعاود معكم الطريقه باش تكون عندكم مفهومه. غنطلق وحده اخرى كنطلقها مزيان حتى كتبان لكم الرخامه. السر ديال المسمن ضروري خصو الخدمه وخاص العجينه تورق حتى كيبان لكم الرخامه اللون ديالها. كتكون العجينه اللي رقيقه باش هكا كتجيكم النتيجه اللي مزيانه ما كيجيكمش غليظ. وحتى الجناب ضروري كتطلقوهم وكتجروهم هكا عندكم. نطلق مزيان وكندهن بهذيك الخلطه. وفي اي طيه كنطويوها كنديروا شويه من هذيك الخلطه باش هكا كيجيكم مسمد المسمن من الداخل. كنعاود ندهن شويه هكا وكنطويها بنفس الطريقه اللي درت الاولى. كل جوج غنديرهم في وحده حتى غنكمل العجينه كامله اللي عندي بنفس الطريقه. وهنا فاش كملتو غنشارك معكم طريقه الاحتفاظ هكا اللي بغيتو تحتفظوا به
وهو في هذه المرحله هذه ما بغيتوش هكا طيبوه او جاكم بزاف، كتحتفظوا به هكا في المجمد راه كيبقى زوين وكتبقى يلا بحال يلا طيبتوه. كتخرجوه هكا الوقت اللي بغيتو، كتخرجوه وكتخليوه حتى كيطلق وكتورقوه هكا وكطيبوه، راه كيجي زوين. انا هاد 4 غادي نحتفظ بهم وشي الاخر غادي نطيبو. غنبدا كنورق في المسمنات، غناخذ الاولى تقريبا اللي طلقت هي اللي غادي نلقاها عاطيه الطوع هكا. والمقله راه اكيد كتكون كتسخن، كيبغي المقله ضروري كتكون سخونه مزيان. كنرشها بشويه الزيت وكنحط فيها المسمنه، كتضربوا هذوك الجناب هكا شويه باش ما يبقاوش لكم غلاط. بالنسبه للمقله كنرشها هكا بشويه الزيت وكتبقاو تقلبوا وتقلبوا. هاد المرحله راه ضروريه في المسمن باش كيتنفخ لكم وكيتحل من الداخل. كنبقى هكا كنقلب، العافيه اللي كتكون مجهده، وكنبقى هكا بهذه الطريقه كتقلبوا هكا باش كيتحمر لكم كامل وكياخذ لكم هذا اللوين هذا. المقله تكون خاصه بالمسمن هكا باش ما تلصقش لكم، وكتبقاو هكا كطيبوا. انا كنرش الزيت غير المره الاولى، من بعد كنبقى هكا غير كنقلب فيه حتى كيطيب وكيتحمر. ضروري هكا في الطياب ديالو خصكم تبقاو واقفين عليه، ما تلقوش عليه هكا البوطه وتغفلوا راه غادي تحرق لكم. الا بغيتو تجيكم التحميره بحال هكا كتبقاو هكا تدوروا في المسمنه كيف كتحطوها في المقله، كتبقاو هكا تدوروا فيها حتى كتاخذ هذيك التحميره كامله. هاد المسمن راه كيجي رائع البنات، غير جربوه راه كيستحق التجربه. بهاد الطريقه هذه اللي درت معاكم جوج في وحده راه كيجي زوين، ما كينجحش معاه المسمن وما كيجيهاش مرق. تجرب هاد الطريقه وهاد الخلطه هذه حتى هي راه كتعاون في المسمن باش كيجي محلول من الداخل وكيجي مرق، ودوك الورقات ديالو كيجيو باينين. كنبقى هكا كنطيب حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. وبالنسبه لهذوك اللي احتفظت بهم راه كندخلهم المجمد وكنخليهم هكا حتى كيقساحوا وكيشدوا روسهم، وكنحيدهم هكا كنجمعهم في واحد البواطه اللي كتكون محكمه الاغلاق. والوقت اللي بغيتوهم كتخرجوهم كتخليهم حتى كيطلقوا، وكدهنوا هكا المقله بشويه زيت وكطيبوهم عادي بحال هادو. كيجيو حتى هما نتيجه اللي زوينه وكيجيو بحال يلا طيبتوهم حسن من هذاك اللي كنطيبوه هكا وكندخلوه. شوفوا لي مسمن كيجي خفيف، كيجي ريشه، كيجي كامل محلول كامل مفروق من الداخل. والسر ديالو هو هذيك الخلطه اللي شاركت معاكم. بالنسبه لهادو اللي احتفظت بهم في المجمد ضروري غنوريكم الطريقه. كتحيدوهم هكا وكتجمعوهم، انا غنجمعهم في هاد البلاستيكه هكا وكتسدوا عليهم ضروري باش ما كيشموش الريحه ديال الفريكو. وصافي وغادي نعاود نرجعهم الوقت اللي بغيتهم. راه كتجبدوا جوج او وحده تقدروا تفطروا بها الصباح، كيبقى بحال يلاه طيبتوه. غير هي خصكم تحطوه قبل شويه، تخرجوه بكري شويه باش هكا كيطلق ليكم. هنا المسمن ديالي بعد ما كملته في الطياب هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجي رائع، مسمنات اللي كيجيو كبار وكيجي مهمويين مع واحد البراد ديال الاتاي مشحر بالنعناع كيجيو يا سلام. واحد المسمن اللي كيجي اكثر من رائع، كيستحق التجربه. شوفوا لي كيفاش كيجي من الداخل، كيجي كامل مفروق. رائع هذا المسمن كيستحق التجربه. طريقتي شاركتها معكم، نتمنى تكون عجباتكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بواحد لايك للفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله.